السلام عليكم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله جاي اكلمكم عن فقدان الشغف. في ناس كتيره جدا عايزه تعرف ايه هو فقدان الشغف. بصوا يا جماعه، اصعب مرحله ممكن الانسان يوصل لها هي مرحله فقدان الشغف. عايزه اقول لكم اني انا واحده من الناس، وانتوا عارفين ان انا لما باجي اكلمكم في فيديو بكلمكم عن تجربه. يعني لما اجي اكلمكم عن حاجه وعارفين ان انا ممكن او اكيد ان انا مريت بالمرحله دي او بالتجربه دي. فقدان الشغف صعب جدا. فقدان الشغف هو انك تفقدي احساسك تجاه كل حاجه انت كنت بتحبيها، سواء اكل كنت بتحبيه، كنت بتحبي تخرجي، ناس كنت بتحبيهم، لما كنت بتحبي تقعدي فيها، حاجة كنت بتحبي تمارسيها، هواية كنت بتحبي تمارسيها. بتكرهي أو بتفقدي الإحساس بكل حاجة أنت كنت بتحبيها. فجأة كده بتلاقي نفسك إنك مثلا كنت واحدة بتحبي الضحك، ما بقيتيش بتحبي الضحك ولا الهزار. مثلا واحدة تكوني كنت بتحبي الأكل، تلاقي أكلتك بقت ضعيفة جدا وقليل جدا لما بتاكلي. كنت بتحبي الخروج، خلاص بقيتي بتحبي انك تقعدي في البيت. او انك يعني توصلي لمرحلة اللي هو انت ممكن تخرجي بس مش مبسوطة، مش نفس الانبساط اللي انت كنت بتحسي بيه الاول. يعني مثلا انت كنت بتبقي خارجة الاول كنت بتبقي حاسة ان انت مبسوطة، تيجي بعد كده بقى بعد مرحلة فقدان الشغف ده بتيجي بقى تخرجي، لا انت مش حاسة ان انت مبسوطة لما خرجتي. انت خرجتي بس انت مش معاهم، انت مش مع الناس دي، انت معاهم جسم بس، انما عقلك وروحك في حتة تانية، انت مش مبسوطة. كنتي واحدة بتحبي مثلا تهتمي بنفسك، تهتمي بلبسك بشياكتك بالكلام، خلاص بقت الدنيا عندك ولا تسوى. اللي هو عندي لبس، عندي مش عندي خلاص مش مهم، تلف الطرحة اي حاجة وتخرجي كده، تلبسي اي حاجة وتخرجي وخلاص. ايه اللي بيوصل الانسان لكده؟ انت ممكن توصلي لمرحلة فقدان الشغف دي بسبب صدمتك في حد، مثلا انصدمتي في حد كان غالي عليكي، ممكن حالة نفسية مثلا، او بيكون ناتج عن مثلا حد غالي عليكي قوي رحل مشي من الدنيا، او حسد او سحر برضو بيوصلك للكلام ده كله. حاجات كتير، لكن اللي انا اقدر اقول لكم عليه اني انا واحدة كنت فعلا بحب الحياة، كنت بحب البس، كنت بحب اخرج، كنت بحب اهتم بنفسي جدا وبلبسي جدا، ما كنتش ببطل ضحك خالص. بقيت شخص مش هقول لكم كئيب، هقول لكم شخص ساكت، اللي هو خرجت خرجت ما خرجتش خلاص، جبت ما جبتش خلاص، اللي هو عادي بقى الدنيا ماشيه وخلاص بقى وخلاص. مثلا اكله معينه كنت بحبها بقت بالنسبه لي لا انا مش عايزه، ما بحبهاش. حاجه كنت باكل منها مثلا بكميات كبيره، لا انا خلاص لا انا مش عايزه. هوايه مثلا كنت بحب ان انا اعملها مثلا، لا خلاص انا ما عدتش بحب اعمل كده. حاجات كتيره بتوصل يعني لمرحله ان خلاص بقى انا مش عايزه حاجه، أنا زهقت ومش عايزه حاجه ومش حاسه بطعم حاجه ولا حاسه باي حاجه في الحياه. لو انتي شخص مثلا كنت بتحبي تروحي تحضري افراح وتروحي تقعدي في خلاص، ده بقى بيبقى ناتج كمان عن شخص وصل لمرحلة ان هو تعب نفسيا، جاله حالة اكتئاب. الاكتئاب يوصلك لفقدان شغف، ما بيجيش لحد اكتئاب او حد يجيله فقدان هو اللي بيتأثر. انت لما تكوني حساسة وبتتأثري
بكلمة، بتتأثري بموقف، بتتأثري بفقدان حد، بتتأثري بأي حاجة، بيجي على صحتك انتي، على حياتك انتي، بيدخلك بقى في حالة اكتئاب، في قلق، في أرق، في فقدان شغف، في وسواس، في كل الحوارات دي كلها. هو ممكن شخص مثلا يتحسد يجيله اكتئاب؟ طبعا طبعا. اتحسدتي على حياتك، على عيشتك، وكنت الحسد يدخلك في مرحلة اكتئاب. شوفي بقى، خدي عندك اكتئاب، وسواس قهري، نوبة هلع، فقدان شغف، كل ده سحر. او ممكن السحر برضو يوصلك للحالة دي. ممكن برضه زي ما قلتلك برضو فقدان حد غالي عليكي، مثلا موت حد قريب، موت الام، موت الاب، حد انت كنت متعلقه بيه دخلك في حاله نفسيه يعمل معاكي كل ده. في ناس بقى اللي هم اللي جلدهم بيقولوا عليهم جلدهم تخين، دول ما بيحسوش، ما فيش حاجه بتاثر فيهم، ما فيش حاجه بتفرق معاهم، ان هم واخدين ضاربين الدنيا طناش. عادي، دول عادي بقى، ما بيأثرش فيهم حاجة. حد مات، حد عاش، حد راح، حد جه، حد صدم، حد خبط، حد عمل، ولا بيفرق معاهم اصلا. عادي، الدنيا عادي جدا. وعلى فكرة عايزة اقول لكم ان في ناس كمان ما بيأثرش فيهم الحسد ولا العين ولا السحر ولا الاعمال ولا الكلام ده كله. ومش هقول لكم ان هما بيبقوا متحصنين او محصنين نفسهم، ده في ناس ما بيصلوش اصلا، بس دي حاجة من عند ربنا. هما ما بيتأثروش بالحسد ولا بالأعمال ولا بالأسحار ولا بالكلام ده كله، فبالتالي بتفضل نفسيتهم حلوة، بيفرقش معاهم حاجة. عايزة اقول لكم ان في ناس كمان في حياتنا ممكن ما يحسوش بينا. يعني انتي تعبانة نفسيا ما يحسوش بيكي، حكيتي ما بيتأثروش باللي انتي بتحكيه، شايفينك شخص هايف او تافه، او اللي هو اوفر. انت شخص اوفر، انت اوفر كده يعني. او ممكن ناس تانية تاخدك باسلوب تريقة، مثلا يتريقوا عليكي، بس تقولي للناس مثلا انا عندي مثلا تعب نفسي، انا تعبانة نفسيا، انا عندي اكتئاب، انا عندي فقدان شغف، انا عندي يتريقوا عليكي مثلا. هو مش هيحس بيكي غير شخصين. حد، لا هما 3. حد ممكن يكون فاهمك تمام، دكتورك، وحد مر او حصل له نفس اللي حصل لك. حد ممكن يكون جاله اكتئاب، حد ممكن يكون جاله وسواس قهري، حد ممكن يكون جاله نوبة هلع، حد ممكن يكون جاله فقدان شغف. كل ده ممكن يحس بيكي، انما شخص تاني مش عارف اي حاجة فده مش هيحس بيكي. انا عارفة ان في كتير هنا موجودين في القناة هيبقوا فاهمين اللي انا بقوله، وهيكتبوا لي في الكومنتات ان هما اشخاص جالهم اكتئاب، في ناس جالهم وسواس قهري، في ناس عندهم نوبة هلع، في ناس عندهم فقدان شغف. هيكتبوا لي في الكومنتات تحت، عشان انا عارفه ان انا كل ما بصور فيديو بلاقي ناس كاتبالي في الكومنتات احنا عندنا نفس المشكله. اكتبوا لي في الكومنتات تحت مين عنده اكتئاب، او مين مر بحاله اكتئاب، مين عنده وسواس قهري، او مين جاله وسواس قهري، مين عنده نوبة هلع ولا مين جاله نوبة هلع، مين عنده فقدان شغف حاليا بيمر بيه او مر بيه وتعالج منه ازاي. عايزين نفيد بعض برضو، لاني انا ساعات ممكن اكون طالعه اتكلم في حاجه وانا مش عارفه لها علاج، فانا بتكلم وبفضفض وبقول واستنى ان حد يكتب لي مثلا الحل تحت في الفيديو. الفيديوهات الحواريه دي مش عارفه، اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات ان انتوا عجبكم الموضوعات الحواريه دي ولا لا. تمام. هستنى منكم تعليقاتكم تحت الفيديو، ولايك للفيديو عشان يترفع تمام ويتشاف.
ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا، ولو مش بيجيلكم اشعارات بالفيديو اللي انا بنزله اعملوا الاشتراك وارجعوا اشتركوا تاني عشان يوصل لكم الاشتراك، لان اليوتيوب ما بيوديش يعني ما بعتش اشعارات لمعظم الناس. بس عايزه في فيديو تاني احكي لكم عن قناتي الكبيره واللي كنت بعمله فيها، وفجأة ازاي وقعت، وفجأة ازاي بطلت انزل فيها فيديوهات وكرهتها، وايه اللي حصل. وممكن كمان ابقى اكلمكم عن نقطة الهلع واول مرة جاتلي فيها وكنت فين وحصل لي ايه. هشوف لو لقيت تفاعل على الفيديوهات دي ان شاء الله هبقى احكي لكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.